البطل علي جاهد احتلالا غاشما معتد أثيم لص حرام سارق، وهو من أكبر مجرمي الحرب في العالم. شهید 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 جوابکم، تو ساخی و نامری، تو ساخی و نامری، جوبارت خویناتن جیان یارون کری، جیان یارون کری، جیان یارون کری. شهید 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 جوابکم. الحمد لله رفع رؤوسنا علي شهيد، رفع رؤوسنا ان شاء الله، ان شاء الله علي من اهل الجنه ان شاء الله، والحمد لله الحمد لله. نامیس بذكري نامیس بذكري. اسمي فيصل خليفة، أنا خال الشهيد. طبعا احنا الشهيد علي كان مقاتل، كان صامد، كان عنده روح المقاومة، مؤمن بالحركة، مؤمن بقضيته، مؤمن بأنه هو على حق ولا على باطل. هو كان يحكي لنا على طول، وخاض معارك وحملات كثيرة من بداية الأزمة، من ظهور المجموعات الإرهابية من جيش حر وداعش ونصرة، التنظيمات التكفيرية التي لا تؤمن بدين ولا بقانون ولا بشرع إنساني ولا بشرع غابة. فهو كان توجهه إنه أنا بدي أروح أقاتل مع رفاقي لحتى نحرر المنطقة من رجس الإرهابيين اللي إذا أعطيناهم المجال ودخلوا راح يدنسوا العرض والشرف ويغتصبوا نسائنا ويأخذون سبايا. يعني كان عنده فكرة، أخذ فكرة من رفاقه، أخذ فكرة إلهام إلهي ما نعرف، لكن كان في عنده شيء اسمه روح المقاومة، إنه هو بده ما يرجع على البيت يا منتصر يا شهيد. فأنا انتبهت عليه، عنده ميزات حتى أكثر من أخوته بالبيت، في عنده شغلات تميزه عن إخوانه. كان الشيء الغلط ما يرضاه بالبيت على مستوى العائلة. كان يصير عندي مرات أحيانا يصير عندي أناقشه، أسأله عن الحرب، إنه أنا بدي أروح. أنا كان عندي صراحة تردد إني أروح ولا ما أروح، ما كان عندي إلهام بالموضوع مثله. فلما تشوفه ويحكي لك الوضع ويعطيك القوة ويمدك عنده الروح الجريئة والصلابة، يعني تشتهي تروح تقاتل معه، تشتهي تروح تنتسب معه، تشوف على أرض الواقع. وكان يقول احنا ما بدنا حرب، لكن الحرب فرضت. يعني اليوم في آلاف من رفاقه على مستوى الدراسة قال فقدتهم استشهدوا. أنا إيش ينقصني عنهم؟ يعني أنا ليش ما أروح أستشهد؟ يعني القضية الآن ما أصبحت قضية كردية فقط، أصبحت قضية العرب، وأصبحت قضية الكرد، وأصبحت قضية السريان والإيزيديين والآشور والتركمان. يعني اليوم النظام التركي كان صار يساوي تغيير ديموغرافي، احتلال، إرهاب، قتل، تغيير ديموغرافي. يعني القبور ما سلمت منه، الأضرحة، المعالم التاريخية، حتى شجر الزيتون اللي هي رمز للسلام صار يقطعها ويحرقها في الأماكن. فإحنا كان هو، أنا استمد كلامي من علي، من الشهيد علي، لما كان يحكي لي كان يقول أنا ما أتراجع ولا أستسلم، أقاتل. يعني حتى واحدة من خالاته أخت أمه قالت إحنا نحبك، يعني حاول إنك ما تنأذى. كان يقول لا بدي أستشهد. وفعلا كان كلامه قبل استشهاده بليلة حكى مع أهله مع أخوانه، في عنده هذا رضوان وهذا غسان كمان باليبكة قوات قسدة، حكى معهم، حكى مع أخته، حكى مع أمه، شبكهم كلياتهم اتصال جماعي، وكأنه في وداع. يعني كان يودعهم، وانبسطنا معه وسهرنا معه، وتفاجأنا ثاني يوم الصبح نبأ استشهاد علي.
وهذا علي الشهيد علي رفع راسنا، ونحن نبارك لنفسنا ونبارك لأمه اللي عندها صمود يعني جبار، وكانت عندها روح المقاومة. يعني لما سمعت نبأ استشهاد علي أول شيء كان عندها زغلطت مباشرة يعني، وكانت تحكي عن النسوان إنه لا تبكوا، خلص علي شهيد رفع راسنا، انتسب المجلس عوالي الشهداء، باركوا لي وخلوا الزغاليط والفرحة والرقص أحسن من البكي، يعني لا تزعلوا علي، وعلي راح عريس. يعني احنا كلياتنا صح خوالو تأثرنا عليه، لكن أخذنا صمودنا من أمه، كانت شجاعة. وأنا دائما أشبهها بوالدة الشهيد قهرمان صاحبة الصمود القوي. فوالدة الشهيد ووالدة الشهيد قهرمان، والدة الشهيد علي، والدة الشهيد قهرمان أثبتوا لنساء المنطقة كاملة أنه المرأة في منطقة شمال وشرق سوريا صاحبة صمود وصاحبة إرادة، وقدمت أولادها بدافع من الوالدة، هي التي تقول لابنها روح اذهب ودافع كي لا أكون أنا سبية، أحمي عرضك، أحمي شرفك، أحمي وطنك، أحمي هذه الفلسفة الأوجلانية التي هي تنبني على أخوة الشعوب، على مفهوم الأمة الديمقراطية. علي كان بطل وشهيد وكريم، دافع 7 سنين عن هالوطن، كان ما يقبل يبطل، بطل علي شهيد. والله لا يسامح رئيس تركيا، الله لا يسامحه إن شاء الله، ما سامحه على ابني علي، حيل كويس علي، يمزح، بطل علي كلهم يحبونه، خواله وخالاته كلهم يحبونه، الجيران يحبونه، هو يحب الوطن، هو صار له 7 سنين يا حارب علي شهيد. رفع روسنا إن شاء الله، إن شاء الله علي من أهل الجنة إن شاء الله، والحمد لله الحمد لله. رفقاته كلهم يحبونه ويبكون عليه، يقول هو يونسنا، كان هو يشجعني علي، كان هو قدامهم كان يصير بطل علي. أقول الله يحميهم إن شاء الله، الله يحميهم، كل واحد يحمي هالبلد، الله يحميهم. اسمي رضوان علمان خليفة، اسم الحركي فرهاد تربسفية. أول ما اجينا أنا وأخويا التحقنا مع رفقاتنا تمام صفوف اليبكة. أول ما تطوعنا كنا خايضين معارك كثيرة وقتها، أخذنا من معارك جزعة، الحميس والشدادي ومنبج وكوباني والمناطق هاي كلياتها. كان أخوي الشهيد الله يرحمه كنت كل ما أطلع عليه ويضحك وشي بالمعارك كان يعطيني معنويات، كان يرفع راسي فوق، كل ما أشوفه يضحك وشي يعطيني معنويات أكثر إني أقاتل أكثر. والحمد لله والله أكرم الشهادة. بس قبل ما يستشهد بيومين حكى معي أنا وأخوي، حكى معنا على الموبايل اتصال جماعي إنه كان يحس حاله إنه بده يودعنا، قالوا ارفعوا رؤوسكم فوق وإحنا على خط الجبهة وإن شاء الله على حق، يعني ما كان يتركنا هيك. كنا أنا وأخوي الكبير نستمد طاقتنا ومعنوياتنا كلياتها من أخونا الشهيد اللي استشهد ب3 أمر. والله أنا أقول إنه رفع راسنا ورفع راس رفقاته ورفع راس الوطن كلياته. هذا مو بس عزائنا، عزا الوطن كلياته، عزا الشعب كلياته، لأنه إذا إحنا ما وقفنا ضد الإرهاب مين راح يوقف؟ الدول الخارجية راح توقف، هي أصلاً عم تدعم الإرهاب، من تركيا لقطر كلياتهم عم يدعموا الإرهاب، يجوا يدافعون عن وطننا. إذا إحنا ما دافعنا عن عرضنا وشرفنا وكرامتنا ما حد يجي يدافع عنا. والله أنا أقول الشهيد علي كلياتنا مشروع شهادة، إن شاء الله راح ناخذ بثاره وناخذ حقه وناخذ حق الشعب كلياته اللي انظلم، وإن شاء الله ما راح نترك شيء على الفاضي، راح نستمر بدربه وراح نضل ماسكين سلاح، إما الشهادة أو النصر.